طب تيجي بقى في الدور التاني. الدور التاني الدوري هينقسم لمجموعتين، مجموعه هيبقوا 7 فرق ومجموعه هيبقوا 14 فريق. مجموعه ال7 فرق دول هيلعبوا 6 ماتشات، كل فرقه هتلعب 6 ماتشات. على ايه بقى؟ على الاول وتاني افريقيا والتالت والرابع كونفدراليه. انت متخيل؟ اول وتاني افريقيا وتالت ورابع كونفدراليه في 7 فرق. 7 فرق منهم 4، يعني في 3 بس اللي هيطلعوا اوت، يعني هتبقى فر، هتبقى دعك يا معلم. يعني ال7 الاوائل دول هيلعبوا 6 جولات بعد ال20 جولة، يعني الدوري كله بالنسبة لهم هيبقى عبارة عن 26 جولة فقط، لأنه لعب 20 في الدور الأول وهيلعب 6 في الدور الثاني، وهيبتدي تحديد الدوري في 26 جولة فقط. أما في الدور اللي هو بقى جزء من مجموعة الهبوط، اللي هو الجزء الثاني، الجروب بي ده مكون من 14 فريق، تمام، من المركز الثامن للمركز ال21. من المركز الثامن للمركز ال21. طبعا كل فرقة هتلعب 13 ماتش. هيحددوا منهم، هينزل من الفرق ال 14 دول 4 فرق. هينزل 4 فرق مش 3 بقى، لأن الدوري أصلا عدد الفرق فيه كتير. هينزل 4 فرق، منهم لغوا الهبوط الموسم اللي فات، فهينزل 4 فرق. فالموضوع برضو خطير على فرق كتير زي الإسماعيلي، الفرق اللي هي منتصف الجدول دي، فبرضه الموضوع معاهم خطر. زي الاسماعيلي ومودرن، مش عايزين نتكلم الاسماعيلي ومودرن اللي اصلا اتلغى الهبوط بسببهم الموسم اللي فات، عشان طبعا الاسماعيلي عشان ما يهبطش، ومودرن عشان صاحبها هو رئيس الرابطه يعني. فكلها ايه، بتعرض لبعض، بتعرض بالضاد، نركز. المهم